بعد خطوات متقدمة قامت بها الرباطة، الجزائر تحاول إقناع الصين بإنشاء مصنع ضخم لبطاريات السيارات على ترابها بدل المغرب. ناقش الرئيس الجزائري عبد المجيد تبونة مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى بكين استقطاب المستثمرين الصينيين من أجل إطلاق مشاريع داخل الجزائر. وصرح تبون لوسائل الإعلام بلاده بأن بكين وعدت بإنفاق 36 مليار دولار أمريكي كاستثمارات داخل البلاد. وبالرغم من أن الصين لم تفصح عن نوعية الاستثمارات المرتقبة التي ستقوم بها في الجزائر، إلى أن وكالة أنباء الجزائرية الرسمية ادعت في تقرير نشرته بأن من بين الاستثمارات الضخمة التي سينفذها الصينيون في الجزائر هو مصنع ضخم جيجا فاكتوري متخصص في إنتاج بطاريات ليثيوم الخاصة بالسيارات الكهربائية. وإذا كانت الجزائر تلقت وعدا بإطلاق هذا المشروع، فإن ذلك حسب تقرير لجون أفريكا سيفتح الباب أمام منافسة قوية بين الجزائر والمغرب حول من سيفوز بهذا الاستثمار الضخم، علما أن المملكة المغربية قطعت أشواطا متقدمة مع الصينيين لإنشاء هذا المشروع فوق التراب المغربي. ويتضح من خلال المساعي الجزائرية لاستقطاب هذا المشروع أن الجزائر تحاول إقناع بكين بصرف نظر عن إنشاء مصنع جيجا فاكتوري في المغرب وإنشاؤه في الجزائر، في الوقت الذي لم يصدر عن الصين وفق جون أفريكا أي تصريح رسمي عن إنشاء المصنع المذكور في الجزائر، وكل ما هو متداول صادر عن الصحافة الرسمية الجزائرية. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش كان قد ترأس في 31 ماي الماضي بمدينة مراكش حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب ومجموعة صينية لتحديد معالم مشروع جيجا فاكتوري ونظامه البيئي المتكامل في المغرب. ووفق ما أوردته وكالة أنباء المغربية آنذاك، فإن المجموعة المذكورة الرائدة في قطاع بطارية الليثيوم الخاصة بالسيارات الكهربائية ستقوم بإنجاز هذا المصنع الضخم باستثمار يقدر بنحو 65 مليار درهم، وسيقام المصنع في منطقة بوقنادل بجهة الرباط سالا القنيطرة. وحسب نفس المصدر فإن المذكرة التي وقع عليها بالأحرف الأولى الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجازولي والمدير العام لشركة غوشن هايتك لاي زيهن على هامش معرض جيتكس افريقيا تروم الى تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالطاقات المتجددة واستعمالها اساسا في انتاج سيارات كهربائية. واوضح بلاغ مشترك ان المملكة المغربية تعتزم من خلال هذه الشراكة الانضمام الى فاعل رئيسي في قطاع الطاقات المتجددة التي تعد مجموعة فولكسواغن لصناعة السيارات احد مساهميه المرجعيين. واضاف المصدر ذاته ان المجموعة الصينية الاوروبية غوشن هايتك الرائدة في قطاع الحركة الكهربائية تعتزم إرساء منظومة صناعية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ومنظومة تخزين الطاقة بالمغرب، موضحا أنه من أجل دراسة مشروعها الاستثماري انتقت مجموعة غوشن هايتك المغرب الذي فرض نفسه باعتباره رائدا في صناعة السيارات بإفريقيا تحت قيادة الملك محمد السادس. نشكركم على حسن المتابعة.